السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نشارك معكم كيكة سهلة ببيضة واحدة، اقتصادية ومكونات كلها متواجدة في البيت، والطعم رائع، لذيذة هشيشة بإضافات كتعطيها مذاق منعش ما كتشبعوش منها. فبلا ما نطول عليكم الفيديو نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. نبداو بسم الله على بركة الله. أول حاجة غناخدو بيضة دائما بدرجة حرارة المطبخ. في الكيك غناخدو قبصة ديال الملح وكيس من الفانيلا 7 غرام، كأس من السكر. دائما المكونات بالميلي وبالغرام تلقاوهم في صندوق الوصف. نخلطوا المكونات حتى نحصلوا على قوام ابيض كما كتشاهدوا. ايضا غنضيف كأس الا الربع من الزيت، ياغورت 110 غرام، ياغورت اي نكهة، فانيلا او اي نكهة تفضلوا. غناخدو كذلك ليمونة ونحكو القشر ديالها، نحاولوا ما نقيسوش الابيض باش ما يجيناش المذاق مر. غنخلطو كذلك ونضيفو نصف كأس من النشا، يمكن لكم الاستغناء عليه. ايضا غنضيف كأس من الدقيق، نغربلو الا كنتو مغربلينو من قبل. غادي نخلط المكونات كما كتشاهدوا، ونضيف كيس من الفانيلا، كيس صغير. يمكن لكم تاخدوا العلبة الكبيرة وتنقصوا الكمية ديال السكر، يعني ديروا كأس الا الربع. من بعد غنخلطوا ونتاقلوا ونضيفوا كأس الا الربع دقيق وجوج اكياس من الفانيلا ما يعادل 16 غرام. غنغربلوهم. بالنسبة للدقيق غيكون عندنا 200 غرام. نغربلو ونخلطوا المكونات. وبالنسبة للمكون الأخير خديت هنايا نصف كأس من الحليب، ضفت له ملعقة كبيرة من الخل، خل الأبيض. نخلطه جيدا، ومن بعد غناخد صينية قياس 26 سنتيم، ندهنها جيدا بالزبدة ونكون فرشت من قبل ورق الطهي. راني نوضع الكيكة ندخلها الفرن، كطيب على درجة حرارة 170 درجة مدة 45 دقيقة حتى كتحصلوا على هذا اللون الذهبي. ومن بعد نخرجها من الفرن. وكما كتشوفوا هذه هي الكيكة ديالنا، كتجي كيكة لذيذة رائعة سهلة، مذاق مختلف، منعشة، بيضة واحدة. وأيضا التزيين يبقى لكم اختياري. هنا دهنتها بالقليل من العسل ورشيتها بالكاوكاو اللي يكون مهرمش ومحمر مقبل. دائما التزيين يبقى لكم اختياري، يمكن لكم توضعوا الجوز او المربى او الشوكولاتة اللي كان متوفر عندكم واللي فضلتوه. غنقطعها معكم. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الوصفة تجربوها وانا اكيدة غتعجبكم بزاف، خصوصا المذاق ديالها كتجي هشيشة وخفيفة ومذاق مميز. الى فيديو قادم ان شاء الله ووصفة قادمة. نتمنى الوصفة تنال الاعجاب ديالكم. اسعد الله اوقاتكم بكل خير ومع السلامة.